كل سنه طيب يا استاذ تامر. انت طيب يا استاذ عمرو. سنة طيب. انا عارف ده جو حضرتك، الواحد ما يشتغلش فيه خالص ولا ينزل يسجل ولا اي حاجه يعني. ولا اي حاجه، جو سقع يعني. والله ولا الجو ده ولا بقيه السنه ولا السنه يعني كلها. عايز اقول لك على حاجه، الناس كلها بتبعت لي بتقول لي مين اللي بيكتب لكم الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ مش متخيلين ان ده تهييس يعني، وان احنا بنقعد قعدات كده واحنا مش عارفين اصلا احنا هنتكلم في ايه ولا هنقول ايه ولا اي حاجه يعني. الحاجات كلها بتطلع كده احنا في راس السنه فيعني، ولا هم بيسالوا على الحلقات اللي لا لا على اللي فاتت لا سيبك، مش موضوع رسم. لا هو بص، هي الحمد لله بتبقى نوع من العشوائيه المنظمه. ودي نظريه احنا اخترعناها دلوقتي واحنا قاعدين حالا دلوقتي احنا قاعدين. ايوه وهي بتتلخص في مجموعه نقاط ما احناش عارفينهم اصلا. اللي اخترعها ناس ما نعرفهمش وماتوا وليها هدف واحد احنا ما نعرفوش. لا عارفينه. انت عارف الهدف ده؟ نطبطب بجد يعني. النهارده فعلا بجد انا مش عارفين نتكلم عن ايه. عن ايه يا عم؟ احنا خلاص سنه جديده، هنتكلم على القديمه والجديده مثلا، واخد بالك؟ الناس كلها بتتكلم في الحاجات دي. ايه ده؟ واحنا مش الناس كلها ولا؟ لا احنا لازم متميزين متفردين. هنقعد نقول بقى ان هو ايه، سنه ذهبت بمش عارف ايه وانت سيء في روايه احدهم. طب ما نعمل دقيقه كده. نعمل دقيقه اوفر كده عادي من حقنا. نافور. طيب السنه 2024. لا الاول انا طيب اسالك. ماشي اوكي. استاذ تامر. ايوه. سنه 2024 مرت عليك ازاي؟ احلامك، الامك، اقلامك، طموحاتك، اقلامك، مش حاجه اقولها. ازاي 2024 بالنسبه لي؟ يخرب بيتك، اعمل فيها ايه في المونتاج؟ بالظبط بقول لك خليك تقليدي الاول. مش عارف انا هقول لك، مش لازم اقول احساسي. انا 2024 بالنسبه لي هترجمها ايه دي؟ زي زمان قال لك اكتبها ازاي. انما 2025 مختلف. يعني انا متوقع ان شاء الله رب العالمين انه 2025 هتبقى اهو مش انا قلت لكم هتبقى حاجه مختلفه. اللي مربي فنان برضه اللي ربك يرمي اللي اشتغل، انت عارف يعني. ايوه. طب سنه، طب خلاص بقى. لا انت اديتك فرصتك، اديني انا فرصتي. انت دمرت فرصتي اصلا. الفنان عمرو رمزي معانا مع كل المشاهدين النهارده. عايزك تحكي لنا عن 2024 بالنسبه لك، طموحاتك، احلامك، اقلامك، عملت فيها ايه؟ شوف، هي 2024 كرقم في الاول يعني رقم حلو. هل لاحظت ان الرقم ده كان رقم اوضتي بيتقسم على 2؟ الرقم ده بيتقسم على 2. يطلع كام؟ انت متخيل؟ دي مش مشكلتي بقى، انا ضعيف في الحساب، انا مش بس ده رقم يطلع 1 12 10 12 مثلا. 10 12 ده كان رقم جلوسي في ثانويه عامه. ودي لفتت نظري اول السنه، اول يناير. لفت نظري ان هذه السنه تقبل القسمه. يا سبحان الله. فقلت يبقى اكيد حبايبي ليهم نصيب في السنه. اعتقد ان ده يعني ده درس مهم جدا للساده المشاهدين، ان هم يعرفوا انه يعني المعلومات طبعا الفظيعه دي.